لما قيس وماريا قحطان النظافة. عندنا المغرب تحصل له حفل، واحد يغني واحد يرقص واحد. ملاعب. كل الفعاليات موجودة وحلوة. طيب وزي ما تشوف احنا الان متواجدين في المنصة، وبما انه موسم البلدة اوشك على الانتهاء نزلنا نسأل الناس سؤال واحد بس: ماذا لو كنت انت مدير الفعاليات في البلدة؟ ايش الشيء اللي حابب تعدله؟ ايش الشيء اللي حابب تطور عليه او حابب تلغيه؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات تحت، وتعال خلينا نشوف كيف كانت اراء الناس. سعيد، لو كنت انت مدير الفعاليات في البلدة ايش الشيء حابب تطور عليه او شيء حابب تعدله او شيء حابب تلغيه؟ اختلاط، يعني تعرف على نظارك البحر يعني كله خليط، يعني خليطه، يعني حتى لو في حاولت السلطه انها تجي حايز بين النساء والشباب، يعني كان لو جيت النساء اكثرهم فيهم عوائل رجال معهم، يعني يكون في نسبه خلط يعني. كان مش كما المناطق الشرقيه هذه الشحر والغيل هذاك، يعني يكون نساء لحالهم فقط، يعني ما حد يدخل رجال. بالنسبه للمكلا هنا اختلاط، يعني تدخل انت عائله حتى تستحم تدخل مع عيالك، يعني تحصل كل حريم ورجال مخليطه كلها داخل البحر يعني. تمام، حلو. وغير الموضوع ده ايش تشوف شيء حلو؟ طيب شيء ايجابي؟ والله بالنسبه برضو الحفلات حقهم، نعم، حفلات المره هذه يعني تقدمت كثير يعني على وقتها، يعني عندنا المغرب تحصل له حفل، واحد يغني واحد يرقص واحد، يعني المفروض يعدلون في الحفلات هذه، تكون الحفله تبدا بعد الساعه 8 تو سهر لما ناخر ليه بعدين، لا تخلي الناس تلومك يعني ما يقع غلط. خلينا نقول انه انت مدير الفعاليات في البلده، ايش الشيء اللي حاب تضيفه وايش الشيء اللي حاب تلغيه؟ والله الفعاليات هي ممتازة، ولكن كواجهة النظافة ولا التزيين والكذا حاجات ناقصة واجدة. انت المدير يا سيف الدين، ايش حاب تعدل؟ قل لي. حق الخيام، حق المهرجانات التراثية، ولا هذا ممتاز، يا ريت انه يتكثر على كثر محافظات وعدة مناطق. طيب العنود، لو افترضنا انه انت كنت مديرة الفعاليات في البلده، كل شيء تحت تصرفك، تمام؟ ايش الشيء اللي حابه توجديه وايش الشيء اللي حابه تلغيه؟ الشيء اللي حابة إني ألغيه إنه يعني ما يكون في اختلاط، إنه مع البنات والشباب مع بعض في هذه اللمة الحلوة والفعاليات اللي عم تصير. مو حلو لما يكون في اختلاط بنات مع شباب، لو يكون البنات لحالهم والشباب لحالهم أشوف أفضل. أما شيء إني ألغيه يعني أوجدها، كل الفعاليات موجودة وحلوة وكل شيء فيها حلو. يعني الفعاليات شفتها كلها عجبتك، بس مشكلتك مع الاختلاط. أيوة، الاختلاط لو يكون كل شباب لحالهم وبنات لحالهم أفضل. الاختلاط النساء بالرجال عند صالة مكة، كيف تقترح انه يكون؟ أن يكون مثلا النساء لوحدهم، مثلا في ركب مثلا النساء خلوهم للشق لوحدهم والرجال في الشق لوحدهم. طيب شيء حاب تضيفه في البلده؟ يعني عادي فكر بخيالك، انت المدير يا صاحبي. شوف في البلده انا المنظر حق التراثي اللي جابوه اصحاب مارب، اصحاب مدري من، هذا منظر يعني غير اسمه ما ناسبك. ايوه نعم. لو انت مدير بتلغيه؟ بلغيه نعم. المكان الساحلي هذا يعني نسوي فيه بو مخيمات، تسوي بو جلسات، تسوي بو متنزهات، الناس ضبحانه تشتي يعني تغير جو، تفتهن، ترتاح، لانه هذه موسم البلده يجي لهم جميع المحافظات مركزه بحضرموت على البلده، هذا شهر 7 مطلق. خلينا نفترض انه انت مدير الفعاليات حق البلده بالكامل، كل شيء تحت تصرفك، تمام؟ ايش راح تفعل؟ ملاعب. تفعل ملاعب كره؟ تمام، حلو. وغير الملاعب؟ ملاعب وحديقة ملاهي. يعني كنظافة والاختلاط بين الأشياء هذه والده كترميم بشكل عام في كلها يعني. تمام. أول شيء الاحتفاليات دي بشكل عام يعني ما ننصح بها، لأنه مبالغ فيها، واختلاط الرجال مع النساء صدق مش كويس. لو يفترق المحل العوائل والمحل النساء خاص بالنساء ودون تدخل الشباب يكون أفضل. طيب يا فاطمة، ما دون الاختلاط ايش تشوفي سلبية ثانية في الموسم او ايجابية يعني؟ يعني بديد الخصم الرواتب يصلحونه، يعني افتراضا بالكهرباء، بالاسعار الصرف، يروحون بالهواء اسعار الصرف يعني ترتفع، كل ما يزيد كل ما على قولهم يتلعبون باسعار الصرف صراحة. بديل المهرجانات دي اللي تضيع، مثل مهرجان البلدي اللي جاء على لما قيس وماريا قحطان وغيرهم اللي يدفعونه بالهوال بالمليارات، يرفعونه بالرواتب حق المتعاقدين، بالرواتب بشكل عام يعني بالكهرباء. وبكذا يا شباب وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. اكتبوا لنا تعليقاتكم، كيف شفتوا موسم البلدة؟ عجبكم؟ حبيتوه؟ كرهتوه؟ اي فعالية حابين تضيفوها او فعالية حابين تلغوها؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. سوي لنا لايك، اشتراك، شارك الحلقة مع اي جروب عندك.
وبس كذا، السلام عليكم.